في سابقة لم تحدث أبدا في تاريخ الكرة الإفريقية ولا في الملاعب الإفريقية. قضاء في الملعب، قضاء في الملعب. يعني أنت يا باشا قاعد كده مؤدب محترم على العين والرأس. المغرب عايز ينجح البطولة دي، مش ينجحها نجاح عادي، ينجحها في العالم. مش عايز يسيب خرم إبرة زي ما بيقولوا في مصر، خرم إبرة كده مش عايز يسيبه. عايز ينجح البطولة لأعلى مستوى، ما يكونش فيه ولا غلط. لان انت بتتعامل مع كل الجنسيات، وبتتعامل مع المؤدب والوحش واللي بيعرف يظبط نفسه واللي ما بيعرفش يظبط نفسه. كل الجماهير فيها الصالح والطالح. فالمغرب عمل ايه؟ عمل نيابه عامه وقضاء في الملعب. عملت مشكله يا باشا، تعالى يا ابني اقف قدام النيابه، اقف قدام القضاء، خد العقوبه بتاعتك على السجن على طول. طيب انت قاعد مؤدب على العين والراس. دي لم تحدث ابدا سابقا، لم تحدث في تاريخ الكره الافريقيه او في الملاعب الافريقيه. وطبعا المغرب عمل المرحله الاولى اللي هي الملاعب بتاعت مولاي عبد الله بالرباط، اللي هي الملاعب اللي في الرباط يعني. وبرده في مرحله ثانيه قضاء يا باشا، قضاء تاخد عقوبتك لو عملت ده، لو عملت مشكله. لكن الناس طبعا المحترمه اللي في حالها عادي مفيش مشكله ليهم. اما انا بتكلم لو حد تجاوز، هتتحاكم في ارضيه الملعب على طول. تعالى يا باشا عملت ايه؟ والكاميرات تعالى خد عقوبتك مع السلامه، اترحل على طول. يجيبوا لك الطياره والعربيه مع السلامه، شكرا، على طول على السجن. ده من اجل سلامه الراجل اللي قاعد بيشجع. لازم يكون في تشجيع امن. يعني انت لازم تكون انت امن على نفسك وانت قاعد في المدرج وقاطع تذكره وجاي من بلاد، والناس اللي جايه من اوروبا طبعا خاصه الجماهير العربيه بتاعتنا اللي جايه من اوروبا، وقطع تذاكر وقطع فنادق وقطع حاجات وصارف. ما تجيش بقى بعد كل ده تقول لي اصل مش عارف واحد مش عارف ضرب ايه، اصل لا ما فيش يا باشا، اللي بيضرب على السجن على طول. انا بالنسبه لي الموضوع ده ممتاز جدا. جاي يا باشا شجع، زعق، اعمل اي حاجه ولكن بدون تجاوز. شجع، انت جاي تشجع كوره. فحته التجاوز مش نافع، لا هتفيدك انت ولا هتفيد منتخبك وهتدخلك السجن.